بعد الهزيمة والضياع اللي عشناه، الحقيقة إن عبد الناصر الله يرحمه تماسك بسرعة ولم نفسه وقال في أول خطاب له إن الجيش الإسرائيلي ليس هو العدو الذي لا يقهر، وإن الأرض اللي اتخذت هنحررها شبر شبر، وقال ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. مجموعة شعارات الحقيقة رفعت من معنويات الناس أو حتى صلبتهم. لكن احنا كنا بنفاجأ بالصحفي الخصوصي بتاع الرئيس عامل مجموعة مقالات بينشرها في الأهرام كل جمعة، يقول لك احنا ما نقدرش نناطح أمريكا، عملية تخويف. وبعدين يروحوا ناشرين اخبار ويركزوا على القنابل الذريه اللي عند اسرائيل. ما اعرفش كان انا كان معايا معتقل في ترى اسمه الماركيز سامي توفيق، مهندس طيران عبقري هو، وده قابل الصحفي ده على كوبري الاعمى اللي هو كوبري الجلاء ده، وقال له يا استاذ فلان احنا بنتدرب 20 ساعه كل 24 ساعه وطالع امن، وانت بتيجي تكتب الكلام ده بيثبطنا الحقيقه. فانا كتبت قصيده اسمها ميكي. بصراحه يا استاذ ميكي انك رجعي وتشكيكي، قاعد لمؤاخذه هلفط وكلامك رومانتيكي عن دور الحل السلمي واستعماله التكتيكي في الوقت اللي احنا صراحه دايخين دوخة البلجيكي، وبلدنا لسه جريحه وبتصرخ بالافريقي، لو بات الطار يا ولادي هيبات الذل شريكي، وحاجات بصراحة بتحصل في بلدنا يا أنكل ميكي، بصراحة ولا أنت معايا ولا طالل من شبابيكي، وكأنك مثلا موميا للسلطان الأنتيكي أحياها لاستعمالها الاستعمار الأمريكي، رجعت على هيئة ميكي. ومن الشخصيات بقى اللي قابلتها هنا في خوش آدم بيعلش، وما أدراك ما بيعلش. بيعلش ده اسمه محمد عبد الوهاب، ابن خالة محمد علي اللي هو القليط اللي قلت لكم عليه ده، اللي بعد كده اشتغل رقاق عند مع الشيخ امام. وفاكر انا لما كانوا عاملين لنا قضيه احنا الثلاثه، تنظيم سري مسلح لقلب نظام الحكم بالقوى المسلحه، فنبيل الهلالي العظيم كان بيترافع عن محمد علي، فوقف قال للقاضي هناك مقوله وما اعرفش، قال واحد قانوني فرنساوي شهير كده، انه بيقول كلما كان الاتهام واهيا كلما صعبت مهمه الدفاع. وانا اجد نفسي الان في هذا الموقف، اذ ما هي التهمه الموجهه الينا؟ قلب نظام الحكم بالقوه المسلحه. ما هي الاداه اللي احنا هنقلب بيها الحكم؟ وراح سايب القاضي وراح لوكيل النيابه وقال له الطبله، فالمحكمه كلها ضجت بالضحك. محمد علي ده عيلتهم مؤسسينها ست نسوان اخوات، يعني كل بيت فيه واحده من خالات محمد علي مسيطره. فكان بيعلش ده ابن خالة محمد علي، وبيعلش ده استرجي، صنايعي استرجي، لكن هو مشهور عنه الله يرحمه انه كان نحس نفسه. وما كان يعدي بيعلش كده على اتنين بيلعبوا كوتشينه، يلموا كوتشينه انهم الاتنين بيشقموا، الاتنين ممكن يتغلبوا، وبيعلش كان عامل كده. واحد قال له يا بيعلش ده كان دنيا حشيش قوي قوي، الحشيش ده هو حياته. واحد قال له يا بيعلش الحشيش هيجننك، وكأن السما كانت مفتوحه فسمعت منه الحكايه دي. كان هنا عندنا الله يرحمه الحاج مصطفى سماحه، تاجر من تجار المخدرات الكبار قوي. فبيعلش قاعد معاه وبتاع، قال له انت يا بيعلش بتشتغل فين دلوقتي؟ قال له انا بشتغل استرجي. قال له بتكسب كام في الجمعه يعني؟ قال له 3 جنيه. قال له طبعا هديك 10 وتشتغل لي مخزن. طبعا بيعلش ما صدق، هو ساكن في اول شارع المؤذن لدين الله اللي هو رايح على الساغه، فتفكيره الشيطاني هداه انه يعمل خناقه مع مراته ويغضبها هي والعيال، وقال لمصطفى سماحه هات البضاعه.
ملا له الشقه حشيش، قال له اشرب زي ما انت عايز، لما تاخد حته اقطع رقبتك. وقعد بيعلش، غضب العيال وقفل عليه وقفل الباب من بره. وقعد اول مره 17 يوم لغايه ما كان العيش الناشف اللي في البيت اللي فوق الثلاجه وبتاع. وبعدين اتزنق، عايز ينزل يجيب اكل، فنزل شارع الازهر وهو في الحاله دي، فلقي العربيات وبتاع، فبقى يجري يقول ايه الملك ده، ايه الملك ده، ويجري. خدته رجليه على الحلميه الجديده، ابن خالتهم عبد المؤمن حاجب في محكمه، والقاضي اللي هو معاه ابوه سايب له قصر في الحلميه الجديده، بيجوا يوم الجمعه يضربوا فيه يعملوا المظبوط. وبعدين قعد بيعلش يجري من هنا، دخل على عبد المؤمن. عبد المؤمن كان تعب، عمال بيقول 5 6 بيشربوا، فقال لهم بس المعلم بتاع حوش ادم وصل، اكلوا الاونطه. دخل بيعلش مسك الباشا، ماشي قد كده، صلى على النبي، وقعد عمل شويه حركات وقعد يسقيهم. القضاه دول فيهم واحد بيغني صوته حلو، ففجاه كده راح فاقع يا ليل، قال الله. فبيعلش عايز يخش في الكو معاهم، قال له كمان يا روح امك، وراح راشق المشى في دماغه، راح الراجل واقع. عمل لهم مصيبه، نعمل ايه نسوي ايه؟ قالوا طيب، راحوا مبلغين مستشفى الامراض العقليه، وجاء خد بيعلش قميص الكتاف، وقالوا انه اعتدى على مجنون يعتدي على قاضي، وحطوه في مستشفى الامراض العقليه في العباسيه. رجعوا عننا بشكل مش طبيعي، يعني افرجوا على الناس كلها تقريبا، فضوا السجن، واحنا فوجئنا بالحرب. احنا كنا في حوش ادم، كان معايا الشيخ حسين حبيبي، ده الشيخ حسين ده، الشيخ حسين ده حدوته لوحده. الشيخ حسين ده مقرئ وامام مسجد الطباخه بحوش ادم. الطباخه دي اللي هي كانت الطباخه بتاع الخديوي، عامله لها مسجد، عامله لها سبيل وحاجات كده. الشيخ حسين ده مكفوف ودمه زي العسل، وحته منشد ملوش حل. فقال لي ابو النجوم ان شاء الله هنتمثل بقى في تل ابيب. قلت له ان شاء الله. كلنا قالوا لنا خلاص يعني، وبقوا يقولوا ايه، يقولوا يوعوا العساكر اوعوا من البنات اليهوديات، لانه لما تخشوا تل ابيب هياخدوكوا يحاولوا يغروكوا وبتاع، وبعدين خلوا بالكم بعد ما تنتصر اعمل اللي انت عايزه. وحصل يا عم، وجه البيان اللي اسعد المصريين ده، وشال من على دماغهم ومن على اكتافهم الذل، احمال من الذل، مليارات الكيلوغرامات من الذل على اكتافنا، لدرجه ان الواحد ما كانش يقدر يبص في المرايه. انت بينك وبين نفسك، انت معكش حد اهو في الاوضه، انا كنت هيبقى كده، اجي ابص في وشي ما اقدرش، كنا حاسين بالعار. وبعدين انا كتبت اياميها دول ليله فوق راس الشهيد، وكتبت دول مين، ودي انقذتني مره، مش انقذتني، انقذت كل الزملاء اللي نازلين معانا يتظلموا من امر الحبس. فالله يرحمه الاستاذ عبد الله الزغبي المحامي، راح قايل ايه ده بقى الراجل اللي قايل الغنوه الجميله اللي بتغنيها سعاد حسني، دول مين دول مين دول عساكر مصريين. فلقيت القاضي بص لي كده وابتسم بحب وقال لي هو انت اللي كاتب الغنوه الجميله دي؟ قلت له ايوه. قال لي ده اولادي طول النهار يغنوها. فلقيت العيال اللي في معايا في القفص قالوا لي خلاص يبقى هنروح كلنا النهارده، ما هو ده قرار، ما هو ده راي قالوا القاضي، حكم يعني. وبعدين كتبت دول مين، غناها الشيخ امام، وغنيتها سعاد حسني، وغنيتها فرقه روز اليوسف، ولحنها وغناها الملحن العراقي الكبير جعفر حسن. كان لها حظها حلو القصيده دي، اتلحنت كتير. وكتبت دول ليله فوق راس الشهيد،
وكتبت بيان وطني علني رقم 1، لكن المفروض ان بياناتي كلها سريه. وكتبت القصيده دي، والله انا مش فاكرها دلوقتي، هي قصيده حلوه قوي. يعني نبقى نقولها لكم في رمضان الجاي يعني. نقعد بقى للدريم نقعد لهم بقى ويقعدوا لي وكل ما نخلصوا اقول لهم يلا نكمل. 73 استشهد صديقي الجميل، صديقي الجميل الفلاح ابن الفلاحين، واد كان زي القمر، اسمه عبد الحميد ابو نجم، ابن عمي برضه، قمر زي القمر. ده استشهد في اليوم الاولاني. لكن عشنا لحظات فرح ما شفناهاش من يومها، يعني كانهم بيخلصوا مننا شويه الفرح اللي فرحناه. اقول لكم دول ليله فوق راس الشهيد، هفتكرها ان شاء الله لانها طويله، بس هفتكرها عشان اقول لكم انا جدع قوي. بالنكتولوجيا والحداقه والتكنولوجيا والتاريخ هجم الزناتي على الخواجه، لبسوا الامه بصاروخ. وكالات الانباء والصحفيين 6 اكتوبر 73. بالنكتولوجيا والحداقه والتكنولوجيا والتاريخ هجم الزناتي على الخواجه ولبسوا الامه بصاروخ. جود عليوه، باد مقير، كل عام فانتم بخير. وكالات الانباء والصحفيين 6 اكتوبر 73.